بيقول لك تامر حسني رفض حفلات الافراح والحفلات والاعياد الميلاد وكل حاجه علشان القضيه الفلسطينيه. طب ايه اللي فات القضيه الفلسطينيه ان حضرتك رفضت الافلام والمسرحيات؟ حزين يعني؟ طب بس كنت انت مش معترف اللي انت بتعمله حرام، يبقى انت سايبه من اجل الله عشان فلسطين؟ انا سايب الحرام عشان فلسطين، وبعدين الناس تطلع تقول لك انت يمكن ربنا يهديه بقى ويفتح عليه. هيهديه ازاي كان هو عاملها ترند؟ انت دخلت جوه قلبه؟ لا، شفت اعماله. وبعدين خلي بالكم احنا شعب كلنا هجاسين، الشعوب المسلمه والعربيه كلها هجاسه. افتحوا المعابر، افتحوا المعابر. طب اقسم بالله لو رئيس عبد الفتاح السيسي فتح المعابر وقال خشوا وجاهدوا مع فلسطين، ما هيخش 3000 واحد من مليار ونص. عارفين ليه؟ لان احنا بتوع الكوفيات وانا بطلت تمثيل لغايه ما القضيه تخلص، وبعد كده ارجع تاني للمليطه. انا بتبرع مش عارف بايه عشان نصرة القضيه، على عهدي على ديني، انا دم فلسطيني. نعمل كده، احنا كده. لكن تعالى للجهاد، ما تربناش على الجهاد، ما نعرفش يعني ايه جهاد. بنخاف، وبنخاف على عيالنا وبنخاف على نفسنا، لان احنا ما نعرفش الكلام ده. احنا ما تربناش على كده، احنا اتربينا على الرقص والشخلله والملياط طول عمرنا كده. هنيجي بقى دلوقتي على عهدي على ديني وافتح المعابر؟ ده كلام بق وفنجريه بق كلنا، عشان كده اسرائيل عارفه ان احنا فنجريه بق، فمش عامله لنا وزن. لكن نصرة فلسطين لما الدول العربيه تتحد. لكن احنا هجاسين وفنجريه بق افندي، يتوب علينا ربنا.